وانا زملكاوي بصراحه، بس شكلي دخلت غلط. ليه دخلت غلط؟ ليه يا عم الحاج؟ يعني اشمعنى انت هتدخل غلط؟ طب ما الهلال السعودي دخل غلط على محمد صلاح برضه، واخد محمد صلاح. ما يمكن يعجبك يا عم الحاج، ما يمكن محتوانا يعجبك. انا راجل اهلاوي وبحب النادي الاهلي وبعشق النادي الاهلي، لكن يعني هقول لك ايه؟ بقول لك محمد صلاح هيروح الهلال السعودي ب 600 مليون جنيه في الاسبوع. يا خبر ابيض! انا حد يفوقني، حد يفوقني، حد يفوقني. يا رب ما يكون الخبر ده صحيح. انتوا عارفين لو الخبر ده صحيح، انا دلوقتي هطلع اتمرغ في الارض قدامكم في التراب يعني. طيب يا جماعه، احمد القندوسي لاعبا في نادي السيراميكا كليوباترا 3 سنين. استحاله والله العظيم. شوف انا بقول لك اهو، انا بقول لك الخبر ده عايز واحد، والرقم ده عايز واحد تكون دماغه لسه زيرو جديده لنج، ما فيهاش يعني ايه. انا دماغي اتلحست، يعني انا دماغي اصلا ملحوسه. ده عايز واحد بقى يعني ايه، يكون دماغه الحس مني كمان. انت عارف العسل كده الاسود لما بتنك ترهط وتلحس، هو ده بالظبط. انا دماغي اتلحست من الرقم، مش عارف يعني الرقم. فرصتك. والله العظيم حاجة غريبة جدا. أخويا وحبيبي مايكل إنجلو قندوسي كشف فسادكم. ماشي يا عم مايكل، أعمل لايك. أخويا وحبيبي الغالي مايكل، شرفتني ونورتني. وأخويا وحبيبي محمد عبد الظاهر، فرصتك عشان تتوب. طب أتوب من إيه يعني؟ أتوب من إيه؟ بيقول لك محمد صلاح هياخد هرد عليك يا عمر. من انا اخلص بس الورطه. ورطه والله العظيم، دي ورطه. بقول لك محمد صلاح صفقات ايه؟ بقول لك محمد صلاح هيروح الهلال السعودي ب 600 مليون جنيه في الاسبوع. يعني انت متخيل الرقم؟ صعب. زملكاوي درجه ثالثه. ماشي يا عم على راس. ثالثه يمين ولا ثالثه شمال؟ لو انت ثالثه يمين هخليك ثالثه شمال. طيب يا جماعه، ديت قصه محمد صلاح. الكلام اللي جالي انه هيبقى موجود في كاس العالم للانديه. اما قصه ال 600 مليون جنيه دي، انا بصراحه مش مصدقها ومش هصدقها. ولو طلع الكلام ده صحيح ولقيتوني رميت نفسي من 7 دور، فيعني ما حدش يلومني، ما حدش يلومني ولا يعتب عليا. والله العظيم خبر يا جماعه. انا من ساعتها وانا دماغي بتلف شمال. يعني انا اصلا خلي بالك عند ربع واحد ماشي بيه في دماغي انك تقول لي ان محمد صلاح هيروح ب 600 مليون. فطبعا ده رقم جنوني، ده رقم جنوني. واحد المدير الفني مش عايزه، هو بالعافيه هو كان ضربه. ايه الكلام العبيط اللي بتقوله ده يا اخويا وحبيبي؟ الله يسامحك، الله يسامح. ما هو انت لازم تقول كلام عبيط يا عبد الله. ليه لازم تقول كلام عبيط؟ اصل انت مش مصدق وانا مش مصدق، وعم ابراهيم مش مصدق، وعم احمد جمعه عاشور مش مصدق، وزين مش مصدق برضه. جنيه انجليزي، جنيه استرليني يا عم، جنيه انجليزي، جنيه استرليني، اي يعني رقم يا جماعه. يعني انتوا متاكدين؟ يعني انت يا عم الحاج يا اللي قلت لي الخبر، انت ده انت جننتني. انا مش مصدق، انا بقول لك انا نفسي مش مصدق. رقم خزعبلي، رقم فلكي، رقم محدش بقول لك يعني انت ما تلومنيش. سليمان اخويا وحبيبي سليمان، انا مشجع زملكاوي والدوري زملكاوي، ماله كلام محترم، كلام جميل من اخويا الزملكاوي. مش مصدق. اخويا وحبيبي توفي تامر، احمد تامر مش مصدق. عم ابراهيم بيقول الاهلي فوق الجميع. مايكل انجولو يا حمدي اعترف ان نادي الاهلي فيه فساد. لا ما فيهوش فساد. اخويا وحبيبي الغالي مايكل، الدوري زملكاوي اغلبوا الطلائع الاول. اهو بيرد عليه اخويا وحبيبي زاهر. عم احمد جمعه عاشور، الدوري زملكاوي على عينه وعلى راسي. الابلتين ضرب. والله، والله العظيم الابلتين ضرب فعلا. هو اسمه كان فيه بوجوه كده لما بتشيله من الموتوسيكل او من العربيه، كان بيبوظ وبيكركب الدنيا والعربيه هو ده بالظبط. ايه اللي بيتشال من العربيه؟ انا دماغي دلوقتي بقول لك انا فاضل له ربع في دماغي ماشي بيه. يعني انا عند ربع دلوقتي. المستشار تركي آل الشيخ لحسه بالرقم ده. انا مش مصدق يعني. انا يعني الحكم ليكم، انتم مصدقين الرقم ده؟ انا عندي 11 سنه وطولي 180 سم على راسي. قول يا عم اللي انت عايز تقوله. بص انا متابع ناس كتير واول مره اتفرج عليك ولغيت ناس معي في هذا. عشان كده هعمل حبيبي على راسي، على راسي يا زين. اخويا وحبيبي زين الطحان على راسي، شرف كبير جدا 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 ليا طبعا حضورك واشتراكك على راسي من فوق. اخويا وحبيبي عبد الرحمن عمر بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شفت مرتضى قال ايه؟ شفت طبعا. غلط، غلط. يا حمدي يعني قندوسي جاب كام من راسه ياخد؟ انتوا في مصر لا تحبون الحقيقه واعلامكم فاسد. مصر انت على. طب نتكلم على فساد الزمالك ولا ما نتكلمش؟ مش هنتكلم عشان الناس ما تزعلش. انا بودي عمر احلى واجمل بودي في الدنيا كلها. شرفتني ونورتني. سلم لي على حبيب الشعب السيسي.
احلى واجمل رئيس في الدنيا كلها. اثبت حضورك بلايك وصلي على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. اللي بيحب حضره النبي عليه الصلاه والسلام يثبت حضور